السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا في احسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا خفيف وسريع، هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي وهي الوافل، واقول لك ازاي يطلع معاكي مقرمش وكريسبي من بره وطري من جوه. قبل ما نبدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات لما انزل وصفات جديده. يلا بينا نبدا على طول. انا هنا معايا بوله، هنزل بحبتين من البيض وهضيف معلقه صغيره من الفانيليا وهنقلبهم كويس. طبعا الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة، مش محتاجة مننا مضرب ولا اي حاجة، هي نقدر نستخدمها يدوي ومش هتاخد معانا وقت خالص. انا هنا بقى نزلت بكوباية وربع من المية، نص كوباية من الحليب، نص كوباية من زيت الذرة، وطبعا يفضل يكون زيت ذرة، معلقة كبيرة من السكر، وهنقلب كويس. طب يا جماعة، لو انتوا عايزينه يطلع معاكم طري مش مقرمش ومش كريسبي من بره، هنقلل كمية المية وهنزود بدلها حليب، وهنستبدل بدل الزيت زبدة، وهنزود كمية السكر. انا عشان عايزاه يطلع معايا كريسبي ومقرمش مزودة كمية المية ومقللة كمية الحليب. هنا بعد ما قلبنا كويس هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح، وهنقلب كويس جدا. ده القوام المطلوب. لو انت حسيتي ان هو خفيف معاكي تقدري تزودي دقيق، لو انت حسيتي ان هو تقيل معاكي تقدري تزودي شوية من الحليب. هنا بقى معايا الجهاز سخنته كويس، وبعد كده هنزل بكوباية من الخليط. طبعا تقدري تعملي تيست في اول واحدة تجربي وتشوفي هتاخد معاكي كمية قد ايه. طب لو انت مش متوفر عندك الجهاز، في قوالب سيليكون بتتباع عند مستحضرات الحلواني، تقدري ان انت تجيبي منها وتحطيها في قلبها الخليط وتدخليها الفرن لو انت مش متوفر عندك الجهاز. بعد هنا ما الجهاز اداني الاشارة انا فتحته وشفت، لو انتوا حسيتوا ان هو لسه عايز لون هتقفلي وتخليه يكمل تاني لو انت عايزاه ياخد معاكي لون. هنا بعد ما خلصت الكمية، شايفة مقرمش ازاي؟ تقدري بقى الحاجة اللي انت بتحبيها تضيفيها عليه، تقدري تضيفي نوتيلا لوتس زي ما تحبي، دي حاجة ترجع حسب ما انت الحاجة اللي انت بتحبيها. وهنا بعد ما خلصنا، ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.